نروح على 3 لقطات تكلموا عنها بالسوشيال ميديا انها ممكن تكون حالات جدليه والناس مختلفين بينهم وفيها مؤامره وكالعاده يعني. انزين، ويشهد الله انا بتكلم في سناب نفس الاستوديو، ما عندي شيء اسمه انت مشجع ميلان، انت تكره يوفي، انت تبي هالفريق وهالفريق، بعيد عن نقاشات الاطفال والدخول في النيات يعني. الا اذا انت ماخذ هذا المسلك، طف السناب وعط عبد الله شكاني بلوك وارتاح من المثالي او العاطفي ايا كان. 3 حالات، الحاله الاولى يامال مع باستوني، عبد الله ما كان فيها ركله جزاء وفي احتكاك وتلامس، احنا قاعد نلعب كره قدم، ما يصير كل تلامس هو ركله جزاء، لازم نعرف وضعيه اللاعب، وين رايحه الكره، الاعاقه، الاحتكاك، الخشونه، تعمد الضرر، تعطيل الهج، ايا كان. فهذه الامور باعتقادي ما تطبق على حاله يامال وباستوني. الحاله الثانيه هدف مختريان الملغي، اذا كانت الصوره اللي احنا نشوفها صحيحه، اذا كان حكام الفار حطوا الخط بشكل مثالي وخذوا الزاويه بعيدا عن المغردين او عبد الله شكلاني يحط لك صوره على كيفه ويبعد لك اياها ويصغرها ويدخلها فوتوشوب وعلى مزاجه، لا، اتكلم الصوره اللي وصلت من المصدر، هذه ما فيها عاطفه. ممكن انت شوي تقولها قاسيه، يا اخي القانون يتعدل، يا اخي مليمتر، يا اخي سنتي، صح ممكن تكون قاسيه، بس لو بنطبق القانون راح يكون اوفسايد حسب الصوره اللي احنا نشوفها. وانا عندي مبدا اطبقه على نفسي، الحالات لما احكم فيها دائما اقيسها على ميلان. يعني مثلا ميلان تحصل على ركله جزاء والناس تقول والله ظلم مو بلنتي، انا اقيسها العكس. زين، لو هذه الحاله حق الفريق الخصم، انا كعبد الله شنو وجهه نظري؟ دائما قيس الحاله وخلها ضدك واعطي وجهه نظر. فاهمين؟ يعني نفس هالحاله لو كانت لي برشلونه وسن قدم رافينيا البسيط متقدم، شنو راح نقول؟ المفروض كلامنا ما يتغير. لما تعطي وجهه نظر بعدها باكر بعد يومين لما يطلعون خبراء والصحف يتكلمون، صح ممكن نغير وجهات نظرنا لان احنا مو مختصين بالتحكيم، احنا حسب اللي نشوفه نقوله. فانا اشوف ان الهدف يلغى لان في تقدم بسيط حسب الصوره اللي احنا شفناها من المصدر. اللقطه الثالثه لمسه اليد، طبعا باريلا كمل يا حبيبي كمل، اذا كان في حق لك كرت احمر، بلنتي، اصفر، طرد، احد سابق، احد، كمل فرصه، اذا كان عندك ادفانتج كمل، بعدها بروتوكول الفار يرجع بشنو؟ بالكرت الاحمر، بالبلنتي، ايا كان. زين، انا اتفق مع الحكم توربان الفرنسي ان نقيسها اخر لاعب، التعمد، تعطيل الهجمه، ممكن يكون فيها جزء هني ما فيها جزء، لذلك صعب تعطى كرت احمر حتى ما فيها التعمد ومن ضمن الجري. ما ادري انت كمشجع للانتر ممكن تشوفها قاسيه عليك وتبيها اي ادفانتج، صح، بس لو بناخذها بورقه وقلم ونشوف الصحف بكره، انا اتفق مع الحكم بال3 حالات اللي قلناهم. الختام، دائما نتكلم عن فكره الاستحقاق وعدم الاستحقاق. لما تشوف الاحصائيات ان برشلونه 9 تسديدات اون تارجت والانتر 3 من 3، 3 تسديدات 3 اهداف، الاستحواذ ضعف، عدد التمريرات ضعف ونص ولا ضعفين ايا كان. مو مستغرب، هي الفكره ما راح اقيسها على هالاحصائيات، ليش؟ هذا اسلوب وهذا اسلوب، انا كانتر بسبب بعض الفوارق الفنيه وهويه لاعبيني وطريقه اسلوب مدربي، ونفس الطريقه مع برشلونه، الاساليب المتناقضه. طبيعي ان الاستحواذ يكون عندي اعلى، طبيعي الفرص تكون عندي اعلى، وطبيعي ان الانتر تكون عندي الاقليه في التمريرات والى اخره، لانها اساليب مختلفه. ما اقدر اقول ان في فريق استحق الفوز، لان برشلونه قدم شوط اول ممتاز، لكن نصه كان للانتر، او خلينا نقول 20 دقيقه دافع بشكل ممتاز، او على الاقل استغل نقاط قوته. في الشوط الثاني التحسن كان واضح على لسان فليك انهم قدموا شوط ثاني محترم، وهذا دليل ان احنا قاعد نلعب سيمي فاينل تشامبيونز ليج، وبرشلونه انخفض الرتم عنده في الشوط الثاني بشكل واضح، وايضا الهدف وصل من مهاره فرديه من رافينيا اللي ما يترك بهالطريقه والمسافه بعيده. عموما هارد لك للفريقين، مبروك للفريقين ايا كانت الحسابات. في الاياب
ما في هدف افضليه خارج الملعب والى اخره، فراح نلعب من الصفر. اذا كانت هذه تكسير عظام، هناك حرب عالميه، قول اللي بتقوله. فمره ثانيه شكرا للفريقين، شكرا على سعه الصدر اذا انت مكمل السنابات للحين، لان انا ما اتحمل اسمع نفسي دقيقتين. والله استمتعنا، احس ان للحين عندي وايد كلام، بس خلصت. ونشوفكم على خير. وانا اعتقد ان هذا التعادل منصف، حرام واحد من الفريقين يخسر. يمكن الحسره الاكثر عند برشلونه انه بملعبي، والحسره الاكثر على الانتر اني انا تقدمت 2-0 ومره ثانيه تقدمت 3-2، فهذه ايضا تكون حسره. وحسره برشلونه ان عندي بعض المصابين ابيهم يرجعون، وحسره الانتر ان انا لاعبيني صار فيهم ارهاق، دمار بدني، وصار عندي تغييرات مهمه اثناء المباراه. اشوفكم على خير، واسف على اي خطا، واسف اذا جرحت مشاعرك الكرويه في لقطه او راي انا قلته. بالنهايه قاعد نسولف مع بعض، ومجرد اجتهادات لا اكثر ولا اقل، ما في شيء اسمه صح وخطا، كلنا نسولف بالكره. واشوفكم على خير، في امان الله.